رجعنا لكم من جديد والنهارده معانا فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعة لساعة ذكية وتعتبر أرخص ساعة ضد المية والأتربة. الساعة دي من شركة انفينكس وسعرها 399 على يومي. المهم المراجعة هتنقسم لثلاثة أقسام. أول حاجة هنفتح العلبة ونشوف محتوياتها، تاني حاجة هنشوف التصميم والخامات، وتالت حاجة هنتكلم عن المميزات بالتفصيل. عشان ما اطولش عليكم نبدأ بالفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها التصميم. الساعة بتتكون من راس وستيك، والراس بحجم 1.3 بوصة من نوع IPS LCD، وفيها لمبة إشعارات بتضيء باللون الأخضر. أما الستيك فالستيك مريح جدا في الإيد، والمميز فيه إنك تقدر تستبدله بلون آخر زي مثلا برتقالي أو أصفر أو أزرق، لأن المسمار اللي في الستيك مزود بخاصية بتتيح ليك تركبه أو تفكه بسهولة. نبدأ بعرض مميزات الساعة، وهم 12 ميزة. وأول ميزة معانا وهي إن الساعة مزودة بشريحة داخلية بتساعد على تحسين أداء الساعة وأيضا تحسين وظائفها، ده غير إنها بتحسن تجربة المستخدم. تاني ميزة إن الساعة مقاومة للأتربة والمياه بتقييم IP67، بالتالي أنت هتكون مطمن لو استخدمت الساعة في الظروف المناخية مختلفة زي التراب أو الأمطار، أو مثلا لو فكرت تغسل إيدك هتكون مطمن عليها جدا. الساعة بتدعم عرض نبضات القلب، وأداها كان جيد جدا ومقارب جدا للحقيقة. ممكن الأداء ما يكون زي الساعات اللي من شركة أبل، لكن أدائها ممتاز جدا بالنسبة لفئتها السعرية اللي هي 399. لو أنت من محبين رياضة المشي أو الجري فالساعة دي مفيدة جدا ليك، لأن فيها تتبع الخطوات ممتاز جدا، فالساعة دي هتأدي الغرض وزيادة. وكمان الساعة دي مفيدة جدا للناس اللي حابة تخس. ليه؟ لأنها في تتبع للسعرات الحرارية، السعرات الحرارية اللي انت فقدتها أو المفروض تفقدها، فالساعة دي ممتازة جدا للناس اللي حابة تخس. وكمان هتجد جنبيها تتبع لضربات القلب وكمان للخطوات، فالساعة دي مفيدة جدا للناس الرياضيين أو الناس اللي بتحاول تخس. ميزة رقم 6، تقدر تعدل خلفية الساعة بحيث تختار من الخلفيات المتاحة، أو تختار صورة ليك وتخليها الخلفية، ودي ميزة حلوة جدا. وكمان تقدر تفتح الكاميرا عن طريق الساعة بحيث انك ما تكونش مقيد انك تكون ماسك الموبايل. كل اللي عليك تضغط على الساعة خيار الكاميرا، وهتجد ان الكاميرا اتفتحت في الموبايل وهيعد 3 ثواني وهيلتقط الصورة، فالساعة حلوة جدا لهواة التصوير. ميزة رقم 8، تقدر تتحكم في الموسيقى عن طريق الساعة بحيث انك تقدم الأغنية أو ترجعها أو توقفها، فأنت تقدر تتحكم في الأغاني عن طريق الساعة، ودي ميزة حلوة جدا. ميزة رقم 9، ودي ميزة حلوة جدا لكبار السن. ايه هي الميزة؟ الميزة ان لو حد اتصل عليك على الموبايل هتجد ان الساعة اهتزت وظهر ان حد بيتصل. دي بتفيد ايه في كبار السن؟ كبار السن ممكن ما يسمعش مثلا صوت الموبايل او اهتزاز الموبايل، او يكون حاطط الموبايل داخل الشنطة، فممكن ما يسمعش او يعرف مين اللي اتصل. انما عن طريق الساعة هتجد ان الساعة اهتزت لو حد اتصل بيك. تاني حاجة الساعة بتدعم الرسائل، لكن مش بتدعم الرسائل باللغة العربية، باللغة الانجليزية فقط. ميزة رقم 10، الساعة فيها بعض المميزات الإضافية
زي المنبه أو ساعة الإيقاف أو المميزات اللي بتجدها في الملحقات في الهاتف. فدي مميزات حلوة جدا وأغلبنا بيستعملها، زي المنبه طبعا أو ساعة الإيقاف إلخ إلخ إلخ. الميزة اللي قبل الأخيرة إن الساعة بتدعم قياس ضغط الدم، وأدائها كان جيد جدا أو مقارب للحقيقة. الميزة رقم 12 والأخيرة إن الساعة بتأتي ببطارية 170 ملي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر، وأيضا بتتشحن في ساعتين وهتاخد معاك استخدام 7 أيام. المهم بكده المراجعة تكون انتهت. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده أي سؤال يتفضل في التعليقات، وأتمنى تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة تشجيع الاستمرار، وانتظروا الفيديوهات القادمة. سلام.